مرحبا بكم متابعين قناة يوميات ومنسوجات. أتمنى اليوم فيديو يكون مفيد جدا لكم. مثل ما انتم شايفين، استخدمت خيط أليز ديفا ورقم السنارة 3. الخيط يفرق دائما في الشغل عشان تكونون عارفين. بس فلما تستخدمين الصوف أو الأكريليك عكس لما تستخدمين الحرير اللي هو مثل أليز، سواء ديفا أو فوريفر. أول شي نعمل عقدة سحرية، بعدين نعمل السلاسل. السلاسل هي الرسمة الدائرة اللي موجودة في الباترون. الباترون فيه دائرة وتحت الدائرة في عمود بلفة، فالدائرة هي السلاسل اللي أنا الحين قاعدة أسويها. هذه هي الدائرة، دايما تلقونها مرسومة في كل الباترونات. بعد ما أنا خلاص سويت عدد سلاسل معين على حسب شغلك اللي انت تبغينه. أنا بس قاعدة أسوي تجربة لكم، ترى مو قاعدة أسوي عمل مشروع معين يعني. تمام. أول شي بطلع 3 سلاسل، تمام، أو تقدرين تطلعين سلسلتين عادي، بس أنا بطلع 3 سلاسل حاليا، لأني حابة كذا الشغل يكون مرتب أكثر يعني. بعدين بعد ما أطلع 3 سلاسل راح أخذ عمود بلفة. انتوا شايفين كيف إني أنا أخذت عمود بلفة ودخلت في السلسلة الرابعة. يعني الثلاث سلاسل اللي انتي أخذتيها لا تدخلين فيها الخيط. بعدين الأول والثاني، تمام، وناخذ عمود بلفة ثاني وندخل في السلسلة اللي جنبها. يعني شوف الحين صار عندي سلسلتين، الأولى اللي هي 3 سلاسل اللي أنا سويتها، والثانية اللي عمود بلفة. الحين شوفوا كيف بدخل في السلسلة اللي جنبها وأنا ماخذ الخيط بالسنارة. هذا يسمونه عمود بلفة. هذا الرسمة اللي تحت الدائرة اللي تحت، شفت مو في دائرة وتحتها رسمة خط كذا، يعني في خط، يعني علامة خط. بس هذا هو اللي أنا الحين قاعدة أشرحه. طيب الحين بشرح الدوائر اللي على جنب اللي معكوفة فيها نص دائرة، سواء يمين أو يسار. أول شي بعد ما أنا خلصت صف كامل من عمود بلفة أطلع 3 سلاسل وأقلب القطعة. شوفوا كيف. بعدين أخذ خيط، أخذ لفة على قولتهم، أخذ لفة. تمام، أخذت الحين أنا لفة بالسنارة. حلو، ركزوا معي. أجي من خلف العمود بلفة، أجي من الخلف وأدخل السنارة. أعيدها من جديد، أجي من الخلف وأدخل السنارة وأسحب الخيط. شفتوا كيف؟ من الخلف. هذا شرح شايفين العمود اللي يعني مفتوح على اليسار، اللي مفتوح على اليسار نص دائرة بس على يدك اليسار، يعني متجه إلى يدك اليسار. هذا هو طريقته. طبعا عادي أنا يعني حتى لو يعني الحين أنا في بداية السطر، هذا السطر الثاني، ف يعني عادي، ترى جدا سهل، مرة سهل. بس أنا عشان تشوفوني شوي يعني بطيئة، تدرون لأن التصوير صعب إني أصور وأشتغل، لأن تكون عيني على الكاميرا مو على الطبيعة. فعشان كذا صعبة شوي، بس يلا ما عليه. يعني قصدي صعب إني أشتغل وأنا عيني على الكاميرا. تمام. الحين راح أخذ العدد اللي هم طالبينه، تقريبا 4 أو 5 لفات. أنا ما اهتميت إني أركز على العدد، لأنه أنا ما راح أشتغل هذه القطعة. هذه القطعة أنا بس أشرحها لكم، يعني ما راح أشتغلها. أنت تبغين 4 5 6 عادي، اللي يريحك. أهم شي تضبطين العدد وما ما تغلطين. الحين بشرح اللي مفتوح على اليد اليمين، على يدك اليمين، اللي هو بالشكل هذا. تاخذين عمود بلفة وبعيدها، الحين بعيدها، إذا فاتك بعيدها. تاخذين عمود، تاخذين لفة خيط بالسنارة، وتجين من الخلف كذا. شفتي؟ من الخلف، من الخلف هالمرة. هذيك كانت من الأمام، الحين من الخلف. فشوفي كيف. تقدرين تعيدين الفيديو وتشوفين من جديد كيف. أو إذا أنا توهتك بكثر سوالفي، تقدرين تسوين ميوت للفيديو وتشوفين بس الصورة كذا وأنا قاعدة أسوي. تمام. هذه شوفوا كيف من الخلف. هذه وين؟ هذه اللي مفتوح نص الدائرة على يد، يعني فتحة نص الدائرة على يدك، رايحة وين؟ متجهة على يدك اليمين
اللي هي في نهاية في زاوية الصورة، شايفينها؟ تمام. الحين أنا أبى أسوي سطرين متشابهين، وركزوا في هذه، سطرين متشابهين جدا. بعد ما أخلص راح أسوي سطرين مختلفين عن السطرين اللي تحت، لكنهم برضو متشابهين مع بعضهم. حلو، هاي راح تشوفونها في النهاية. الحين أنا بعد ما خلصت، شوفوا ها، ركزوا بقى، على طول بعدل الغرزة بشكل مرن جدا، بدون سلسلة، بدون ولا شيء، على طول تلقائي، بدون ما تطلعين ولا سلسلة ولا تعملين ولا حاجة. شوفوا نفس اللي أنا قاعدة أوريكم. فالحين على الأمام أنا خلصت، وصلت للنهاية، بوريكم بالنهاية كيف نقفل الشغل. الحين أنا وصلت عند آخر عمود، آخذ لفة بالخيط. لا، هذا أنا قاعدة أسوي سلاسل الحين، خلاص أسوي 3 سلاسل وأقلب القطعة. بعدين خلاص أنا خلصت سطرين متشابهين تقريبا. لا لا لا، خلصت سطر واحد. السطر الأول ما يحسب لأنه عبارة عن غرزة عمود بلفة عادية. طيب الحين ركزوا، أنا راح تمام، أنا راح أخذ الحين لفة حلو بالسنارة، بعدين أجي في الغرزة اللي جنبها، مو في الأولى زي ما أنا وريتكم قبل شوي، لا، في اللي جنبها، وبالشكل هذا. وشوفوا إني قاعدة أخذ الغرزة كذا بالأمام من الفراغات، من الفتحتين اللي بين الأعمدة، الفتحات ما بين الأعمدة. قاعدة أحاول أجيب مصطلحات توضح الفكرة وتناسب جميع اللهجات. شفتوا كيف؟ الحين أنا في السطر الثالث، لكنه هو بالنسبة للي أنا قلت لكم سطرين متشابهين، هو في السطر الثاني، لأن مثل ما وريتكم السطر الأول يكون عبارة عن عمود بلفة عادي جدا. الحين شوفوا كيف، ما شاء الله تبارك الرحمن، ناخذ لفة بالسنارة، لفة خيط يعني، تمام. نجي من الخلف، هالمرة نجي من الخلف. لو تتابعون الفيديو للنهاية راح تشوفوا، راح تحفظون الغرزة، أصلا سهلة مرة، والله مو بحاجة شرح، مرة سهلة. طبعا أنا الحين قاعدة يعني تعمدت إني أسوي هذه الغرزة، وبحثت عن صورة لهذه الغرزة اجتهادا مني، يعني عشان إيش؟ عشان أشرح لكم يعني أشرح لكم الرموز. يعني فيه عندنا رمزين، أنا شفت بنات في الانستغرام يتساءلون عن هذه الرموز ماذا تعني، فأنا لما شفت كذا يعني هو فعلا فعلا في ناس ترى والله ما يعرفونها، لأنها من ضمن الرموز اللي ما هي دائما تشوفينها، يعني هي تخص أعمال معينة، تخص موديلات معينة. تمام. شوفوا الحين وصلت للنهاية، بوريكم أنا بما أن شوفوا انتوا، ركزوا على الشكل. تقدرين تسوين نفس الغرزة، أو تقدرين تاخذين عمود بلفة عادي جدا، يعني يمديك تسوين كذا، يمديك تسوين كذا، بعدين تطلعين 3 سلاسل. فهمتوا علي أهم شيء؟ يعني تقدرين تكملين زي ما هو، زي ما انتي، وتقدرين إذا ما صعب عليك وكذا خلاص خذي عمود بلفة عادي جدا. شوفوا الحين أنا حطيت لكم إكس وريتكم، لا نجي من الخلف. ليش؟ لأن الحين بنبدأ بالعمودين الثانيين اللي مختلفين، ما يشبهون العمودين اللي سويناهم قبل شوي. فأنا حطيت تنبيه كذا بيد أصابعي عشان تنتبهون. الحين نجي كذا من وين؟ من الخلف، مع أن هذه الغرزة من الأمام، بس أنا أجي من الخلف عشان أسوي تشكيلة زي التشكيل اللي طلعت لكم بالصورة بالضبط، اللي هي يعني شايفينها أنتم بالصورة. تمام. أنا شرحت الرمزين هذولا لأنهم رمزين شوي صعبين بالنسبة للبنات، يعني حتى العاديين، والله مو شرط المبتدئين، لأنها مهي منتشرة كثير أبدا. هذه أصلا تبع غرز معينة، يعني ما هي بالغرز المعروفة اللي تستخدمينها في كل الأشغال، لا، هذه تبع أشغال معينة، تبع زي ما أنتم شايفين. ترى لها غرز كثيرة حلوة، يعني في بعضها ورود وأشكال، مرة ترى فيها إبداع كبير. لحظة، في وحدة اسمها الوفل، وحدة من الغرز اسمها الوفل، تيجي كذا زي المربعات، تشبه حل الوفل.
طيب الحين شو وصلت للنهاية، أنا بإمكاني أسوي عمود بلفة عادي جدا، أخذ لفة خيط كذا على السنارة وأدخل في السلسلة الثالثة اللي هي، شوفوا كيف دخلت في السلسلة الثالثة، شفتوا كيف، واحدة اثنتين ثلاثة، أدخل أنا في الثالثة وأطلع الخيط، خلاص سوي عمود بلفة عادي. هذا هو عمود بلفة العادي المتعارف عليه. تمام. أنا الحين شرحت 4 رموز. فيه رمزين عاديين الكل يعرفهم، اللي هم الدائرة واللي تحت عمود بلفة، هذه الكل يعرفها، اللي هي سلسلة وعمود بلفة عادي. أما الثاني اللي كذا صاير يعني معكوف، هذا هو اللي شوي يعني أنا قلت لكم إن في ناس ما يعرفونه فحبيت إني أشرحه. الحين قاعدة أسوي، طبعا الحين قاعدة أقلد نفس السطر اللي سويناه قبل شوي، نفس السطر اللي سويناه. الحين أنا بالضبط شغلي كله عبارة عن 5 سطور. السطر الأول اللي هو كله عبارة عن غرزة عمود بلفة عادية، السطر الثاني والثالث متشابهين، والرابع والخامس مختلفين عن الثاني والثالث ومتشابهين مع بعضهم. حلو. تمام. الحين بتشوفون شكلها ومنظرها، وصورت لكم أنا في بداية الفيديو شكلها ومنظرها وكيف مرة تهبل بصراحة. مرة حلوة. حسيتها تناسب أكثر شيء، تناسب شالات أكيد، بس تناسب تعرفون الكيف. شوفوا هالمرة ما راح أخذ عمود بلفة عادي، راح أعمل عادي أكمل نفس الشغل اللي سويته قبل شوي. شفتوا يعني أنت يمديك تسوين كذا ويمديك تسوين كذا، يعني شو كيف الشغل يهبل حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. فأنا حسيته يناسب كفوف، تعرفون قفازات اليدين أو كفوف، إحنا نسميه كفوف، بيطلع حلو مرة. بس ترى أنا الخيط اللي مستخدمته حرير، الخيط يفرق بالشكل. إذا أنتي بتستخدمين وول اللي هو صوف، أو تستخدمين أكريليك، أو تستخدمين قطن، يفرق شوي، لأن حجم الخيط يفرق في المقاس. أبدا انتبهوا من يعني مثلا تلاقين مقاسات حلوة تعجبك وكذا تبغين تسوين عليها وانتي خيطك مرة نحيف وناعم، اعرف ان الموضوع ما راح يجي مزبوط بالضبط. لازم يكون سماكة الخيط تركزين عليها. وفي شروحات أحلى وأكثر إن شاء الله راح أشرحها في القناة. لا تنسون تتابعوني، وأتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسون اللايك حبايبي. مع السلامة.